ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد لنا على القناه. ويلا قبل ما نبدا الفيديو نقول يا بركه بسم الله زي ما اتعودنا، وانزلي على زرار اللايكات اللي تحت، دوسي لايك واشتركي معايا في القناه لو اول مره بتشوفيني، ودوسي على كلمه الكل عشان يوصلك كل جديد لما ننزل فيديو. النهارده اول حاجه اول ما بدات بيها الغسيل. طبعا زي ما اتعودنا احنا كل يوم بنحط دورة غسيل وبنغسل كل يوم حطة عشان ايه الغسيل ما يتراكمش علينا. بعد كده بعد ما حطيت حطة الغسيل ده جيت على المواعين على طول لميتها. وهو كنت سالقة هنا فاصوليا برضو. وانتي واقفة كده ما تقفيش، يعني مثلا بغسل مواعين يبقى اغسل مواعين بس لا، لو في مثلا فاصوليا زي كده تروحي مولعه عليها ايه، تديها غلوه وتدفع عليها. دي طريقتي في سلق الفاصوليا، تديها غلوه وتدفع عليها وترجعي ايه تديها غلوه تاني لو عايزه. وتخلي بالك اوعي تكون كامله السوا عشان لسه هتتحط في الصلصه وهتكمل سواها. بعد كده بدأت اغسل في المواعين اهو. احلى حاجة الرغوة دي لما تيجي تغسلي المواعين اهو. بدأت اغسل المواعين معاكو طبعا زي ما اتعودنا برضو. بنبدأ اول حاجة نمسك الكوبايات والشفاشق والحاجات اللي تبع المية كلها ونغسلها. في ناس كتير بتشتكي ان الكوبايات بتاعتها او حاجة المية بتاعتها بتكون زفرة. ده بيكون من ايه؟ ان انا مثلا ممكن ابدأ اغسل الاطباق الاول وبعد كده اغسل الكوبايات، او اغسل حاجة تكون مش نضيفة بعد كده ايه اغسل الكوبايات. ده اللي بيخلي الاطباق بتاعتنا الكوبايات بتاعتنا او الشفشق المية او ازازة المية هي تبقى ايه ليها طعم او مش حلوة. بعد كده بتروحي تاني حاجة تعمليها تغسلي الاطباق. مع لازم تمسكي اطباق تغسليها من بره من جوه. طبعا الرغوة دي بتشجعك. ولو بقى في الشتا زي كده شوية مية سخنة تشغلي السخان بتاعك، ده برضو بيساعدك وبيخليكي ايه تشجعي على غسيل المواعين. وطبعا حتة السلكة دي الناعمة دي بتخليكي برضو ايه تشجعي وتبدأي تغسلي في مواعين. طبعا لازم الواحدة ما تدبقش المواعين بتاعتها اول باول، يعني مواعين الغدا وتفضي مثلا ايه اتغدينا ومثلا الحلل ايه بقت البواقي الاكل بقت ايه حبة صغيرة اللي باقيين معايا للعشاء او مفضيهم في حلل صغيرة، وامسك الحلل برضو الكبيرة دي اغسلها. ليه؟ لان كل ما تقللي من مواعينك يعني وكده بتشجعي اكتر ان انت ايه تخشي المطبخ. طبعا احنا لازم نصاحب المواعين ده لاننا دي حاجة معانا كل يوم فلازم ان احنا نحبها. جات لي شكوى ان في ناس كتير بتشتكي من غسيل المواعين مبتحبوش خالص. لا، لازم تحبي غسيل مواعينك لان دي حاجة روتين كل يوم انت بتبدأي بيه. فزي ما انتوا شايفين انا اهو بشطف الاطباق معاكو. وبعد كده اما نخلص للاطباق طبعا نخش على ايه على الحلل. او الطبق ده بوريهولكوا، ده بحطه عند العين الكبيره اللي في النص عند البوتاجاز عندي عشان بحط عليه المعالق. ما بحبش اوسخ البوتاجاز احطها كده ولا كده، لا، بقوم حطها على الطبق دوت. وكل شويه بغسل الطبق ده برضه عشان يفضل منظر البوتاجاز بتاعي نضيف وحلو. اهو انا بشطف معاكم المواعين اهو. لازم ان احنا يعني ايه نبقى عندنا نوع صابون حلو، لان الصابون لما يكون نوع حلو بيساعدك وبيسهل عليكي في غسيل المواعين. انا بالنسبه لي زي ما اتعودتوا معايا انا بستعمل صابون الوفير. صابون الوفير ده جميل. في ناس برضو بتشكر لي في فيبا بس انا بحب يعني بحب الوفير لانه بيلمع وبيرغي. انما فيبا يعني بيرغي، يعني مش بيبقى زي يعني مش زي وفير كده بيلمع ويرغي، لا برضو بيرغي بس بيبقى رغوة وريحة بس. اهو بوريكم الحلة دي انا كنت عاملة فيها فشار. وبوريكم يعني ان انا ايه هغسلها دلوقتي وهلمعها معاكم واخليها تلمع وتبقى جميلة. طيب ماشي، احنا ممكن لو عاوزنا نلمع الألمونيا بتاعتنا بنلمعها بايه؟ في ناس بتستعمل صابونة الغسيل البيضة، دي جميلة برضو في التلميع وبتخلي الحلل بتلمع وبتبقى تحفة. لما بتجيبيها كده وتمسكيها بالسلكة الناعمة دي بتخلي الحلل بتاعتك تلمع ومبقاش فيها ايه اي حاجة. وهو بشطف معاكم الحلة. انا حاطه مصفى تحت هنا كده وبصفي عليها المواعين، يعني حاطه تربو وحاطه عليه المصفى وبصفي في المكان ده المواعين بتاعت اللي هي الحلل والعلب اي حاجه. انما المطبقيه بحط فيها الاطباق والكوبايات. بعد كده هو جيت على الغطيان بتاعت الحلل وبدات اغسل فيها كويس. اهم حاجه تدعكيهم حلو عشان انتي مغطيه الحله كده تكون بتلمع وتبقى جميله. بعد كده دخلت على المعالق
اهو امسكي معلقة معلقة وابدأي ادعكيها كده من فوق لتحت زي ما انتوا شايفين. يلا يا حبايبي، اللي مشتركش معايا ووصل معايا لحد هنا يشترك في القناة ويفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبرضو بصوا بقى على بقية الفيديوهات بتاعتي، عاملة فيديوهات ميك اب وعاملة فيديوهات روتينات وفي مشتريات ومشتريات في السوق. برضو خدوا جولة على فيديوهات الموجودة برضو في القناة. اهو برضو كنت عاملة في الحلة دي فول. انا طريقتي في الفول بقطع طماطم وبعد كده بحطها عليها زيت واولع عليها، وبعد كده اقطع فلفل واحطه على الطماطم وبعد كده انزل عليها بالفول. اهو زي ما انتوا شايفين الغطا بيلمع ازاي معاكم. بعد كده شطف بقى الكوبايات. اهو بعد كده بشطف المعالق. اهو زي ما انتوا، اهم حاجة التشطيف يا حبايبي. لو تشطفي معالقك حلو وكوباياتك حلو وطبقك حلو عشان الصابون دي كيماويات. شايفين السكينة اللي هناك دي؟ انا بحبها جدا. سبحان الله، كل واحد ليه راحة في حاجة معينة. انا بحب السكينة دي. انا عندي سكاكين سيراميك وعندي سكاكين نوع تاني، بس انا بحب السكينة دي. وهم مسكت الخلاط بتاع الحنفية معاكو وغسلته حلو. انا لازم اغسله حلو، بغسله كل يوم حلو والمعه، لان انتي لما بتسيبيه بيبقى عليه دهون كده وما بقاش حلو، فلازم ايدك فيه كل يوم كده عشان يفضل نضيف. بعد كده مسحت الحوض بالمساحة اللي معاكو دي عشان اي رغاوة اي حاجة اي مية بتشيليها على طول. وبعد كده بدأت اسلك الحوض. اهو زي ما انتوا شايفين، اهو سلكته. بعد كده هشيل البقايا دي، لان البقايا دي لو سبتها في المصفى بتطلع ريحة مش حلوة. جبت السترس زي ما انتوا شايفين معايا اهو، وهبدأ ايه امسك السلكة والمع حلة الحوض كويس اوي. كم الجلابية دي انا ما عدتش البسها تاني في روتينات زي كده. البسها، انا بلبسها في الخروجات بس. فزي ما انتوا شايفين اهو مسكت الحلة حلو، بقت بتلمع اهو. اهم حاجة المنظر ده، انت ما تشوفي المنظر دوت بعد ما تخلصي بصي كأنك ايه انجزتي ايه. اهو زي ما انتوا شايفين شطفي الحلة كويس برضو. اهو كان في وردة هنا برضو بديها شطفة معاكو. اهو بقول لكم شايفين المنظر. بعد كده جيت على البوتاجاز بتاعي قبل ما ابدا في الطبيخ. طبعا لازم تبداي تغسلي بوتاجازك عشان انت بتغسلي وانت قصدي اسفه وانت بتطبخي يبقى منظر البوتاجاز معاكي حلو وكويس ويفتح النفس. وشايفين الفويل اللي ورا ده؟ الفويل اللي ورا ده احسن من لزة البوتاجاز اللي بتتحط ورا، لان الفويل ده بتغسليه وبتمسحيه وبتلمع معاكي وبيبقى حلو. اهو بعد كده جيت اهو، انا بوتاجازي كان نضيف بس برضو لازم بديه كل يوم ايه غسلة كده وتنظيفة. ممكن بديه مرتين في اليوم. اهم حاجة ما تجيبيش على العيون من جوه مية على الفنيات بتاعة البوتاجاز عشان ما تسدش معاك. اهو انا بدأت اهو ادعك كويس معاكو اهو. السلكة الخشنة دي استعمليها في البوتاجاز زي كده بتبقى حلوة معاكي اهو. انا بظبط بس الكاميرا ليكوا عشان تشوفوا البوتاجاز واضح معاك. وبعد كده هقوم ماسكاه مسحاه اهي. الحتت دي انا شارياها من السوق برضو 3 ب10. تبقى حلوة معاكي اهو. بصوا بقولكوا الفويل، بصوا مسحة واحدة بس الفويل حتى ما بتدعكوش، مسحة واحدة بس بيبقى جميل وتحفة معاكي. بعد كده هاجي هنا وهمسح برضو اهو زي ما انتوا شايفين. بوتاجازنا لازم نهتم بيه، لان لما بنسيب عليه الدهون وال... والوساخة بتبقى عليه كده بقايا الاكل والحاجات دي وتبدأ تتحروق على البوتاجاز ما بتبقاش منظر لطيف خالص وبعدين بتبقى مشكلة. اهو بعد كده بعد ما خلصت البوتاجاز حطيت السمنة بتاعتي وبعد كده نزلت بالرز زي ما انتم متعودين معايا اهو. الرز ده بتغسليه وبعد كده بتصفيه، ما تسيبيش فيه ولا نقطة مية. وبعد كده ايه اهو زي ما انتوا شايفين هنزل بمعلقة الملح بتاعتي عليه وهبدأ اشوحه كله في قلب بعضه اهو زي ما انتوا شايفين. تجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق، تدي تقليبة حلوة. واهو الكاتل انا بغلي على طول كاتل مية زي ما اتعودتوا معايا وبحط على الرز
اهو اجيب الحراف اي رزاية اي حاجة من حرف الحلة بتبدأي اللي انت ايه تجيبيها اهو. زي ما انتوا شايفين انا بشوف مقدار الرز اهو، زي ما انتوا شايفين يكون متغطي وكويس حسب الرز بتاعك ما بيشرب ميه قد ايه. بعد كده جيت اعمل الطبيخ، بجيب بصلايه وابدا اخرطها معاكم زي ما انتوا تخرطيها ناعم عشان ما تبانش في الطبيخ اللي معاك اهو. بدات اخرطها زي ما انتوا شايفين اهو، وابدا اقطعها رفيع خالص تقطعيها ناعم. دي طبعا في ناس بتستعمل المبشره بس انا مبحبش بتاعه المبشره عشان بتبقى ايه ناعمه قوي اهو. بعد كده نزلت ب5 حبايات طماطم زي ما انتوا شايفين وحطيتهم اهو في الخلاط وعليه شوية مية، وهبدأ ايه افرم معاكم الطماطم اهو. ابني اهو بيحب يحط ايده او الخلاط شغال زي كده قال يعني هو اللي مشغله، بعمل لكم باي باي اهو. وهبدأ تاني افرمها تاني لحد ما تنعم معاك خالص عشان في الطبيخ تبقى ناعم. في ناس برضو بتصفي العصير الطماطم برضو حاجة ترجعلك عادي مفيش اي مشكلة. بعد كده جبت هنا البصلة وحطيت عليها شوية زيت، عايزة تحطي سمنة براحتك المادة الدهنية اللي تحبيها حطيها اهو. وبدأت اولع عليها زي ما انتوا شايفين كده. وانت بتقلبي يعني حاولي ان انت تقلبي من الاحراف عشان ما تتحرقش اهو. نبدأ نقلب كويس. طبعا الجرانيت زي ما تعودنا مع بعض نستعمله معلقة خشب اهو. بدأت تدبل معاكم زي ما انتوا شايفين. ابدأ اقلب، لازم افضل اقلب في البصل عشان ما تتحرقش مني، لان البصله لما بتتحرق وتيجي تحط عليها الطماطم والفاصوليا او اي نوع الطبيخ اللي بتحبيه مبقاش طعمها حلو بتبقى مره او تقلبي لحد ما تدبل خالص. دي تقليبه حلو وتجيب الحراف. بعد كده اهو دبلت، هنزل على طول بايه بعصير الطماطم زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده الكمون والملح بتاعي اهو، واديها تقليبه واغطي عليها بقى سيبها مع نفسها لما ايه تتخدع. بعد كده جيت على الرز اهو عرق معانا، وهبدأ بقى اقلبه اجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق كده اهو، واسويها تاني الحلة واغطي عليها برضو دقيقة عشان لسه مستويش. زي ما انتوا شايفين غطيت عليهم بقى. اهم حاجة الرز بتاعك يكون متغطي حلو. بعد كده جيت على الصلصة اهي بديها تقليبة، بقلبها كويس جدا لازم تقلبيها كويس. وبعد كده رحت بص على الرز لان الرز بتاعي كان خلاص استوى اهو، البخار بتاعه طلع منه كده استوى. هقلبه تقليبة حلوة كده. وبعد كده بوريكم اهو الرز بصوا مفلفل ازاي. اهم حاجة تظبطي قاعد الرز المية بتاعته عشان يطلع معاكي مفلفل، ما يكونش معجن او ايه ما يكونش مظبوط ناشف مش مستوي. اظبطي العيد زي ما عودت اهو. بعد كده دخلنا على الفاصوليا اهو حطيتها على الصلصة زي ما انتوا شايفين، وابدأ ان انا اقلب اهو. دي تقليبة حلوة عشان الصلصة دي تشرب ايه الفاصوليا تشرب من الصلصة بتاعتنا دي عشان يبقى ايه تطعمها اهو. زي ما انتوا شايفين اهو بدأت اقلبها تقليبة حلوة. وطبعا احنا حاطين التوابل بتاعتنا الملح والكمون والفلفل. بعد كده غطيت عليها كويس ونقلتها ورا على العين اللي ورا بعد ما الرز استوى اهو. كده بدأت تشرب من صلصتها معانا اهو زي ما انتوا شايفين. خلاص كده شربت من الصلصة بتاعتنا. بعد كده تزوديها المية دي تزوديها مية قد ايه انتي يعني انا بحبها تكون متغطية بالمية زي ما انتوا شايفين كده، وتاخد غلوتين واطفي عليها اهو. زي ما انتوا شايفين هتغلف بعضها واطفي عليها. وبألف هنا وشفا، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة في رعاية الله.